السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة منزلية لغسل أواني النحاسية: رمل وملح وخل أبيض أحمر، المهم أي نوع تاع خل. نظف أواني النحاس هكا. هذا المهريس. تو نحكوه بالكدا بالكدا، الخل والرمل والملح من ناحية الخزة في المهريس. أي نوع تاع نحاس ينضاف. نحكوه بالكدا بالكدا بالرمل وملح وخل. يرجع يلقلق. حكو مليح لأنو هذا ينظف النحاس. أي نوع تاع نحاس ينظف، طبق مهريس أي نوع، المهم نحاس. حكوه بالكدا بالكدا يرجع جديد. ونعملولو بعد ما نغسلوه كيما هكا، نصفوه بالماء ونعملو ليه مسحة بالقارص. لأنه النحاس هذاك هو اللي ينظف. وثم طرق أخرى بالرماد، أي نوع تاع نحاس ينظف الرماد. أنا اليوم عملت لكم فيديو تاع رمل وملح يرجع جديد. وبعد نعملوله بالقارص هيك. القارص عنده مفعول على نظافة النحاس. توا زيد المهريس. يرجع يلمع عسل الميح. وتوا ما تنسوش الاشتراك وبارطاج. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة، والسلام عليكم.